انت عندك اداره فقيره، مصر دوله غنيه، الاداره بها هي اللي فقيره بقى، او نقول غير ذكيه. الاداره غير ذكيه، انما مصر دوله من اغنى الدول اللي موجوده. القصه اداره. مصر دوله غنيه، الاداره بها ليست ذكيه. ده ماشي على كافه الادارات بقى. العلم هو الحل، العلم ناخد بيه نقوم نطلع الناس من دايره الفقر اللي موجود. نشوف دوله زي اليابان، انت مساحتك مليون كيلو متر مربع، هي 300,000 يعني التلت. انت عدد سكانك 100 مليون، هي 170 مليون. انت بتمتلك تلت اثار العالم، هو ما عندوش حاجه. انت بتمتلك قناه السويس 192 كيلو، هو ما عندوش حاجه. انت بتمتلك جو جميل زي الفل، بتقوم من النوم تلاقي الشمس ونسمه هوا، هو بيقوم من النوم ياخد زلزال في دماغه ودماغ اللي جابوه على الصبح، يقوم من النوم واحد زلزال في دماغه، يغسل وشه على بركان في دماغه. هو ده ما عندوش حاجه غير عنده اراده وعنده علم. انت ما عندكش دولت، هم دولت اراده سياسيه قويه، وعندنا اداره رشيده للموارد بتاعتنا. انا بشوف لو اتعمل ده مع برنامج اقتصادي محترم اللي يقوم بيه ناس محترمين، محترم في الفكر، محترم في العقل، محترم يعني محترم وخلاص، اي حاجه بس محترم راجل يحط برنامج محترم.